قناة مطبخي. مرحبا بكم. اليوم جيت بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر لكم شوربة صينية بفواكه البحر، كتجي رائعة ولذيذة بزاف وسهلة التحضير. نبداو على بركة الله وندوزو للمقادير. كنحتاجو فواكه البحر مشكلة، وكنحتاجو الشعرية الصينية اللي رطبتها في الماء دافي وقطعتها قطع صغيرة، وكنحتاجو الشامبينيون، الفطر الاسود اللي رطبته في الماء سخون وقطعته قطع صغيره، الكروفيت، قزبر ومعدنوس، 4 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، الملح، ضامه ديال الحوت، البزار وصوص الصوجا. ندوزو لطريقه التحضير. كنحتاجو طنجره اللي وضعت فيها لتر ونص ديال الماء سخون، غادي نشعل عليه وغادي نضيف فواكه البحر، وغادي نضيف الثوم، غادي نضيف البزار والقليل من الملح. بالنسبه للملح ما نكثروش حيت عندنا صوص صوجا كتكون مالحه حتى هي. كنضيف معلقه كبيره ديال صوص صوجا. هاد الشوربه كتحتاج بزاف صوص صوجا، ما غاديش نضيف دابا حتى الاخر، وغادي نزيد 2 معالق كبار. غادي نخليو المكونات تسلق لمده 15 دقيقه وعاد نضيفو باقي المكونات. من بعد ما تسلق لينا الحوت غادي نضيفو الفطر الاسود، وغادي نضيف الشعريه الصينيه، ونضيف الربيع، وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال صوص صوجا. بالنسبه للكروفيت غادي نخليه حتى الاخير وعاد نضيفو حيت ما كيحتاجش للطياب بزاف. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق غادي نضيف الكروفيت وضامه البنه ديال الحوت، وغادي نخلطو مزيان حتى تذوب لينا ضامه البنه، ومن بعد غادي نطفيو على الشوربه. الشوربه ديالنا ها هي وجدات. ندوزو للتقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال شوربه السمك. كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير. يمكن لكم تقدموها كمقبله او كطبق رئيسي للعشاء. يمكن لكم ترافقوها مع المملحات بريوات او نينيم. انا رافقته مع اصابع الخبز بالفرomage وكروفيت. كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى طبق اليوم ينال اعجابكم وتجربوه، وما تنساوش تخليو لي في التعاليق الاراء ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.